السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن جزء accounting. عرفنا فيه ايه هي ال revenue transactions اللي بسجلها وايه تأثيرها على ال income statement وعلى البالانس شيت. اتكلمنا في المحاضرات اللي قبليها عن ال financial analysis. أخدنا ايه هو معنى التحليل المالي، وعرفنا ال users لل financial analysis. عرفنا بعد كده ايه التايبس اللي هي الانواع التحليل المالي اللي انا بستعملها. عرفنا بعد كده ايه الفاينانشال ريشيوز اللي عندي. كان في منها بيرفورمانس، جروب بيرفورمانس وجروب فاينانشال ليفريج. جروب البرفورمانس اتكلمنا فيه عن البروفيتابيلتي ريشيو، نسب الربحية. اتكلمنا عن الافشنسي ريشيوز اللي هي نسب الكفاءة. خدنا بعد كده الجروب التاني اللي هو فاينانشال ليفريج، اتكلمنا فيه عن الليكويديتي اللي هي نسب السيولة. والنهاردة هناخد آخر حاجة اللي هي السولفانس ريشيو. تمام. فهنا بيقول لك what is the meaning of solvency ratio. السولفانسي ريشيو ده ايه معناه؟ بيقول لك solvency means، solvency هي معناها الملاءة المالية. solvency means the ability of the company to cover the long-term liability during period more than a year. يعني السولفانسي دورها ان هي بتشوف مقدرة الشركة على سداد التزاماتها طويلة الأجل، اللي هي بتكون إيه مدتها أكبر من سنة. لأن أنا عرفت في الليكويديتي هي بتشوف للابيليتي of the company to cover the short term liability، هنا long term. تمام. فبقول لك in this case company may using the leverage which shows the capital structure. دلوقتي هناخد ايه الليفرج بالتفصيل، هنشرحها برضو. فبيقول لك ان الشركه ممكن في الحاله دي تستعمل الرافعات الماليه. الرافعات الماليه بالمناسبه هي بتبين لي ان الايكويتي بتاع الشركه او الكابيتال ستراكشر جاي من الاونرز ايكويتي والديبت. تمام. فهناخد الكلام ده دلوقتي بالتفصيل. هنا بيقول لك what is the meaning of leverage. ايه معنى الليفرج او الرافعات الماليه؟ Leverage shows the capital structure of the company which will be included debt and equity. قلنا في السلايد اللي قبله على طول ان الليفرج الرافعات بتبين لي الكابيتال ستراكشر، هيكل رأس المال للشركة which will be include debt and equity. انا هيكل رأس المال اللي بيكون عندي او رأس المال بيكون ليه شقين، جاي من حاجتين. لا اما الفلوس اللي دفعتها الملاك لما بدأوا المشروع، لا اما عن طريق الديون اللي هي واخداها الشركه. تمام. فهنا بيقول لك ايه ان الايكويتي the amounts that the owners paid for establishing the company. يعني الفلوس اللي دفعها الملاك على اساس يبدأوا المشروع او الشركه بتاعتهم كانت جايه من الايكويتي اللي هو الاونرز، فلوس الملاك. الديبت اللي هي الديون the amounts that company owes to banks، يعني الفلوس اللي هي تعتبر دين على الشركه للبنوك. تمام. دلوقتي هناخد example of leverage، هناخد مثال على الرافعات المالية. دلوقتي بيقول لك ايه let's say that we need to establish a new project. يعني انا دلوقتي قررت ان انا افتح مشروع جديد. تمام. In this case we will be have equity and debt. يعني الكابيتال ستراكشر زي ما قلنا، الكابيتال ستراكشر بتاع الكومباني او بتاع البروجكت اللي انا عايز افتحه ده هيكون جاي لي من شقين، جزء اللي هو الاونرز ايكويتي والجزء اللي هو الديبت اللي هي الديون. طيب equity shows the amounts paid by owners, let's say it's 50%. يعني بيقول لك هنفترض ان هيكل رأس المال ده جاي عن طريق الايكويتي اللي هي الاونرز والديبت اللي هي الديون. فلنفترض ان انا عندي الايكويتي 50% جايه من الاونرز و50% التانية جايه من ايه؟ من الديون. فبيقول لك ان الديبت shows the amounts that company owes to bank and let's say it's 50% too. تمام. In this case if the project success، يعني هنفترض ان المشروع اللي انا فتحته ده نجح وعندي profit of 500,000 Egyptian pound. يعني نفترض ان انا مشروعي كسب 500,000 means that ال 250 from amounts which shared by owners، يعني 50% اللي هي الفلوس اللي كانت دفعها الملاك ربحها 250،
وال50% اللي بتخص الدبت كان ربحها نسبته 250. تمام. معنى الكلام ده ايه؟ above means company increase their profits by using leverage. يعني الشركة لما استعملت الرفعات المالية ان هي اخذت ديون، فكده جاب لها بروفيت عالي، زود لها البروفيت بتاعها. تمام. طيب هنفترض بقى ان الكيس التانية ان المشروع ده فشل. تمام. فكده هيكون عندي اللوسز، خسائر. يعني if the project failed and had a losses means that the owners lost their monies and still need to pay the debt principal and interest. معنى الكلام ده ايه؟ انا قلت ان المشروع نجح، فهنا عشان هم كانوا 50-50، فكده حصة الأرباح من الأونرز إيكوتي 250، وحصة الأرباح من الدين اللي هم خدوه 250. فأنا في حالة إن أنا استعملت الليفرج عملت أرباح زيادة، رفعت لي الأرباح بتاعتي. لو أنا خسرت بقى إيه اللي هيحصل؟ فكده أنا خسرت ال50% بتاعة الإيكوتي أو الأونرز إيكوتي، وبالتالي عليا 50% ديبت اللي هي أصل المبلغ بتاع القرض اللي أنا كنت واخده، زائد الفوائد اللي هي بتاعت القرض برضه. فبالتالي من الكلام ده أو من الكلام اللي احنا هنا كاتبينه أو المثال ده، إن الليفرج الرافعات المالية seems danger to use since it may cause liquidation. يعني ممكن تؤدي إلى إفلاس. طيب يبقى كده أنا النهاردة عرفت آخر ريشيو اللي هو السولفانسي، الملاءة المالية. عرفت إن الملاءة المالية هي مقدرة الشركة على تغطية التزاماتها طويلة الأجل في خلال فترة أكبر من سنة. تمام. اللي هي الالتزامات اللي أكبر من سنة. In this case company may using leverage. يعني أنا في الحالة دي ممكن نستعمل رفعات المالية. عرفت إن الكابيتال ستراكشر هيكل رأس المال بتاع الشركة بيكون جاي لي من اونرز ايكويتي وديبت ديون أو قروض. الاونرز ايكويتي المبالغ اللي دفعوها عشان يبدأ المشروع بتاعهم. الديبت هو المبالغ اللي خدتها الشركة من البنوك على أساس تبدأ برضو المشروع بتاعها. عرفنا إن أنا هعمل مشروع جديد، المشروع ده هيكون جاي من شقين. الفلوس الايكويتي اللي فيه من جزء الرأس الأونرز، الكابيتال ستراكشر هيكون من الايكويتي بتاع الاونرز ومن الديبت القروض. تمام. هنفترض ان هم كانوا الاونرز ايكويتي دفعوا 50 والمبالغ الديبت 50%، وانا عملت ارباحي ب 500. معناها ان الجزء اللي يخص الاونرز ايكويتي 250 والجزء اللي يخص القرض 250. لو انا كده ربحت معناها ان الرفعات المالية رفعت لي ارباحي. لو انا خسرت معناها ان انا هيكون عليا الفلوس القرض زائد فوائد بتاعته، ومعناها ان انا خسرت فلوسي اللي انا كنت دافعها اصلا في المشروع. فكده ممكن الليفرج ده هيقدم معايا الى الافلاس. ان شاء الله المحاضرة الجاية هناخد ايه هي نسب السولفانسي مع بعض، وهنشوفها واحدة واحدة ان شاء الله. ويا رب نكون النهاردة فدناكم زودناكم معلومة جديدة. بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يا رب، ومكملين معاكم. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.